انا عاوزك تركز معايا قوي في الفيديو ده علشان نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، هو امتى وازاي تقدم على خطوه الاستقاله. يعني امتى تاخد قرار ان انت خلاص هتستقيل او هتسيب مكان وتنتقل لمكان اخر. الاستقاله ده مش قرار في لحظه غضب، اوعى تاخده في قرار لحظه غضب، ومش شجاعه فارغه ان انت شفت كلمتين على الانترنت حفزوك شويه. ما تبقاش موظف يعني مش عارف ايه، فانت رحت خلاص قلت هروح استقيل وانت مش عارف هتعمل ايه. الاستقاله ده قرار مصيري، يا اما بينقلك فعلا لقدام، يا اما للاسف بيرجعك سنين كتير لورا. طيب، اول خطوه، امتى الاستقاله دي بتبقى حاجه صح؟ قدم استقالتك لما تلاقي اغلب العلامات دي موجوده. مفيش تعلم ولا تطوير، مفيش مسار ولا ترقيه. شغلك الحالي مش مطلوب في السوق، نفس المشاكل بتتكرر ومفيش اي تغيير، صحتك النفسيه بتتاذى بشكل مستمر. لو كل ده موجود، الاستقاله خيار مش تهور. خطوه اتنين بقى، امتى الاستقاله دي تبقى غلطه فعلا ومش وقتها؟ الاستقاله دي تبقى غلط لو انت زعلان من موقف من واحد، عندك مشكله مع شخص واحد جوه الشركه، ما عندكش اي خطه بديله، فاكر ان مجرد الخروج ده هيحل المشكله بشكل او باخر. الهروب هنا مش حل، والاستقاله هنا من غير خطه هي مخاطره كبيره قوي. خطوه ثلاثه بقى، حضر قبل ما تمشي. قبل ما تقدم استقالتك لازم تكون مجهز سي في متظبط، لينكدين متحدث، مهاره جديده او تطوير حقيقي انت ضفته عشان تبقى يعني اضفت حاجه جديده لمشوارك المهني، محاوله جاده للتقديم او فرص بديله، تكلم بقى حد من المعارف تحاول تتحرك، حد ادنى من الامان المادي. وهنا ينصح بانك على الاقل من 3 ل 6 شهور، ولو ازيد يكون احسن بكتير ان انت مامن نفسك ماديا علشان تاخد خطوه زي دي، لان فرصه العمل ما بتجيش في يوم وليله. الخطوه الرابعه بقى، ازاي تقدم الاستقاله دي بمنتهى الاحترافيه علشان برضو ما تخسرش المكان وانت ماشي منه. الاستقاله دي بتتقدم بهدوء باحترام، من غير مشاكل ولا حرق كباري بينك وبين الناس، وعلاقات وكسور بينك وبين الناس، برساله واضحه وبسيطه، والالتزام بفتره الاخطار وتسليم مهام عملك، وكل امورك تبقى ماشيه مظبوط جدا. سمعتك اهم بكتير من مشاعرك واحساسك وغضبك. الاستقاله الصح مش انك تمشي، الاستقاله الصح انك تعرف امتى تمشي وازاي تمشي وليه تمشي. تمام. اتمنى ان انا اكون ضفت لكم حاجه في الفيديو ده، وبالتوفيق لكم جميعا، ونشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.